السلام عليكم، اهلا بيكم في سعودي 360. النهارده حدثنا عن نقطه مهمه جدا في ظل الاخبار اللي بتؤكد ان المدرب الكرواتي زوران ماميتش خلاص اقترب بنسبه 99% من تدريب نادي الهلال، وعن مساله رحيل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس من تدريب الزعيم. خلينا نتكلم اكتر واكتر وندردش اكتر واكتر في هذه النقطه، لان اكيد في بعض من جمهور او فئه كبيره جدا من جمهور نادي الهلال حزين على رحيل المدرب البرتغالي المخضرم. الفئه الاخرى طبعا عادي، ما عندهاش مشكله ان خيسوس يرحل وان يجي مكانه المدرب ماميتش اللي حقق اكيد انجازات مميزه جدا مع نادي الهلال الاماراتي. خلينا نعرض الوجهتين اللي اكيد اي مشجع هلالي حاليا بيتفرج عليا عارفهم وحافظهم بدون شك على السوشيال ميديا. الوجهه الاولى ان الجمهور الحزين على رحيل خيسوس اكيد، لان يقول لك المدرب حاليا محقق كل حاجه. صراحه المدرب اول دوري حاليا، موجود في البطوله العربيه، ما زلت موجود في بطوله الكاس، ما زلت موجود في كل البطولات اللي بلعب فيها ومقدم اداء مميز حاليا. ممكن يكون في بعض المشاكل، ممكن يكون في بعض الصرامه في التوجيهات والتعليمات مع اللاعبين، لكن حاليا المدرب طريقته شغاله. المدرب عمل انجازات مهمه جدا مع الفريق، عمل خطه مهمه جدا مع الفريق ماشي بخطه ثابته. مش عايزين نخسر شكل الفريق، مش عايزين نغامر بشكل الفريق، مش عايزين نغامر بالتغيير في وسط الموسم، في ظل احنا دلوقتي حاليا بنحاول احنا نعمل انجازات مهمه، ونحاول احنا نستعيد او نحتفظ بلقب الدوري، ونحاول نجهز لبطوله دوري ابطال اسيا، البطوله اللي احنا اكيد كجمهور الهلالي محتاجها. دي وجهه النظر الاولى. النظر الثانيه طبعا مقتنع ان خيسوس مدرب عنده صرامه، مصر دايما ان هو يحط تفكير معين فنيا، مش بيحاول يغير، مش بيحاول يكون عنده سلاسه في مساله التفكير، في مساله تغيير مراكز اللاعبين، في مساله مركز ادواردو، في قبل كده مع المشكله مع عمر خريبين. فهم حاسين ان خيسوس حاليا مش رجل هذه المرحله، مش الراجل اللي دايما هيستمر مع نادي الهلال، في ظل كمان ان الكلام اللي اتسرب ان الاداره اجتمعت مع خيسوس وطلبت منه ان هو على الاقل يفضل موجود لحتى نهايه بطوله دوري ابطال اسيا، عشان نادي الهلال يضمن مشواره داخل البطوله، يضمن مستقبله داخل البطوله، يضمن المدرب مكمل ولا لا، الاستراتيجيه مكمله ولا لا. فهو عايز ان يكون في ضمان، يكون في استقرار فني داخل فريق، وبالتالي في ظل عدم الوصول الى حل بين الاداره وبين خيسوس، رحيله كان امر مهم جدا. والاداره حست ان هو لازم يكون في ليفل عالي جدا من التدريب، لازم يكون في مدرب على مستوى عالي، وفي نفس الوقت مدرب يكون مستوى عالي وعارف المنطقه العربيه والمنطقه الخليجيه بشكل كويس. وهنا يجي دور مدرب زوران ماميتش، وده اللي خلى اداره نادي الهلال تلجا لماميتش لتدريب الفريق. بالتالي جمهور نادي الهلال اللي مع وجهه النظر الثانيه شايف ان وجود ماميتش، شايف ان رحيل خيسوس مهم، خلاص الراجل ادى اللي عليه، اهلا وسهلا. ندخل بقى على الجهه الثانيه، ندخل بقى على الجبهه الثانيه، ندخل بقى على النص الثاني من الموسم مع ماميتش، مدرب كويس قادر على التاقلم، عارف عموري، عارف الاجواء الخارجيه، اكيد هيعمل اضافه مهمه جدا مع خطه 4-2-3-1 اللي ممكن تمشي بشكل كبير جدا مع الفريق، في ظل كمان هو اكيد هيتعلم من اخطاء خيسوس وهيلعب كارلوس ادواردو في مكانه الصحيح مثلا في مركز صناعه اللعب، عبال ما عموري يرجع من جديد، ومع بفتيمي جوميز مع النجوم الموجوده حاليا في الفريق، مع بعض التدعيمات البسيطه جدا في خط الدفاع، لو هيعمل تدعيمات سواء بلاعبين محليين او محترفين، وبعديها الفريق يمشي بشكل صح. بقى انت لو هتيجي تسالني عن ايه رايك في وجهات النظر، انت مع الاولى ولا الثانيه؟ يعني انا هقول لك انا مع النص من الاولى والنص من الثانيه. النص الاول كنت صراحه اتمنى ان الاداره تتكلم اكتر مع خيسوس، تحاول ان هي ما تدخلش العقده في المنشار، لانه مدرب كويس، مدرب مميز، عمل انجازات، في بعض اللعيبه مرتبطه بيه زي اندري كاري وزي بافتيمي جوميز. رحيله انا شايف ان هو مش الحل المناسب حاليا. كنت اتمنى ان يكون في استقرار مع نادي الهلال، ونحاولوا ان هم يقنعوه بالبقاء واستمرار المشروع، او حتى يمدوا عقده لمده 4 شهور 5 شهور، مش 2020 والكلام اللي اتقال في السوشيال ميديا. والجزء الثاني اللي انا معاه ان ماميتش اكيد مدرب مميز جدا، مدرب سي في كبير، مهم جدا انك تجيب مدرب بنفس الكاليبر او بنفس المعيار القوي كمنتاليتي في الدوري السعودي، وان هو يكمل مع الهلال الفتره الجايه. فانا مع نص من هنا ونص من هنا. نص ان ماميتش يكون موجود، طبعا اكيد مدرب ليه سي في كبير، وفي نفس الوقت النص الاولاني ان كنت افضل ان بقاء خيسوس، لان الراجل عارف الفريق والاستقرار الفني. ما نعرفش ماميتش ايه اللي هيعمله، لكنه مدرب زي ما قلت سي في كبير، عارف المنطقه العربيه، عنده كل ادوات النجاح صراحه. ونادي الهلال اوريدي اصلا ناجح اول في الدوري السعودي ومستمر في كل البطولات، وعنده حاليا يعني حوالي 18 لعيب بشكل كويس جدا يقدروا يساعدوه في مساله المدوره وفي مساله المنافسه على كل البطولات الموجوده في الموسم. وصلنا لنهايه الحلقه، قولوا لنا في الكومنتات تحت ايه رايكم في اللي بيحصل حاليا في الهلال. هل كنت تتمنى بقاء خورخي خيسوس المدرب البرتغالي حتى نهايه الموسم وحتى مسيرته مع الهلال في دوري ابطال اسيا، ولا انت مع ان خيسوس يمشي وزوران ماميتش يجي ويكمل ويقدم اداء مميز مع نادي الهلال؟ منتظر الكومنتات بتاعتكم تحت، واكيد انا اتفاعل معاكم. تابعونا في سعودي 360 يوتيوب، تويتر، انستجرام. شكرا لكم على المتابعه، كان معكم حسن دراز، سلام عليكم.